اعرف واحد كان عنده سيرفيس كلم الداتابيز، بس يعني ايه، كانت بترايت على الداتابيز ريكوردز وكانت بتريد الريكوردز من الداتابيز، وبعد وقت اكتشف ان الريد بقى بطيء جدا، وكان شايف ان اكيد مشكله في الداتابيز. ولما بص على التيبلز بتاع الداتابيز اكتشف ان هو عمره ما عمل اي اندكس على الداتابيز، وبالتالي كان محتاج ان هو يعمل اندسيز على التيبلز اللي هو بيستخدمها. فقرر ان هو يعمل اندسيز على كل الكولومز اللي موجوده في التيبلز اللي في الداتابيز، فكانت النتيجه ان الابلكيشن بقت ابطأ من الاول. طيب احنا ليه اصلا بنحتاج database tables نعمل عليهم index؟ الفكرة كلها ان الاندكس ده عبارة عن لوك اب للداتابيز. لما اجي انا اقول مثلا انا عايز الامبلوي من تيبل الامبلويز اللي هو الاي دي بتاعه 3، لو انا ما عنديش اي اندكس الداتابيز محتاج ان هي تبص على كل الريكوردز اللي في التيبل، وطبعا على حسب حجم التيبل ده ممكن ياخد وقت كبير، وبان العملية دي بتتكرر كتير فمنطقي ان انا اخلي العملية دي اسرع. وتسريع حاجة زي كده بيبقى من خلال ان اقول للداتابيز اعمل اندكس على الكولوم اللي انا هعمل عليه كويري، زي مثلا employee ID. فبالتالي لما الداتابيز يبقى عليها اندكس على الامبلوي اي دي، كل ما اعمل كويري على الداتابيز اقول لها هات لي الامبلوي الاي دي بتاعه اكس، الداتابيز هتبص على الاندكس على طول اللي هو اوريدي سورتد، وبالتالي هيبقى العمليه اسرع بكتير ان هو يعرف فين الريكورد اللي موجود فيه المعلومات بتاعه الامبلوي الاي دي بتاعه اكس. طيب دلوقتي في نوعين من الاندسيز، في سنجل اندكس وفي كومبوزيت اندكس. ايه الفرق ما بينهم؟ لما تكون الابليكيشن بتعمل كويري على الداتابيس تيبل، وكل مرة او معظم الوقت هي بتعمل كويري بتقول where مثلا column x equal y، يعني مثلا لو الامبلوي تيبل فيه مثلا حاجة اسمها department ID وفي حاجة اسمها tenant ID، يعني مثلا اللي هو زي الكاستمر ID عندي في الابليكيشن او في السيرفيس دي. فلو احنا عارفين ان الابليكيشن معظم الوقت هي بتعمل كويري بتقول على طول where tenant ID equal x و department ID equal y، يبقى الاحسن ان انا اعمل ايه، اعمل composite index على التو كولومز دول اللي هم tenant ID و department ID. ولو انا معظم الوقت انا ببقى كابليكيشن بعمل كويري على التيبل بتاع الامبلويز بقول where tenant ID equal x او department لوحده ID equal y، يبقى كان الاحسن ان انا اعمل single index على واحد من الكولومز دي او التو كولومز على حسب اليوز كيس بتاعت الابليكيشن. في واحد يقول طب ايه المشكله، طب ما انا اوجع دماغي ليه واقعد اشوف بقى اليوز كيسز، والنهارده اليوز كيس كذا، بكره البيزنس يقول لي لا احنا عايزين نسبورت مثلا فلتر تاني على التيبل او على الداتا اللي موجوده في التيبل ده. طيب انا اعمل ايه، انا اعمل سنجل اندكس على كل كولوم بيبقى فيه عليه كويري، يعني مثلا اعمل اندكس سنجل على الديبارتمنت اي دي، واعمل سنجل اندكس على التيننت اي دي، واعمل مثلا سنجل اندكس على البلو اي دي، وهكذا. طيب المشكله في كده ايه، المشكله ان الداتابيز لما اجي اكلمها واكلمها بوير بكويري الوير كلوز بتاعته فيه اكتر من كولوم، الداتابيز انجن مش بيستخدم اكتر من اندكس على نفس التيبل في نفس الكويري. يعني لو انا جيت عملت سنجل اندكس على الديبارتمنت اي دي وعملت سنجل اندكس على التننت اي دي، بس معظم الكويريز اللي الابلكيشن تبعتها للداتابيز بقول وير تننت اي دي ايكوال اكس وامبلوي ديبارتمنت مثلا اي دي ايكوال واي، فبتكون النتيجه ان الداتابيز هتستخدم اندكس واحد منهم، ففي اندكس تاني هيبقى مش يوتلايز واخد سبيس على الفاضي وفعليا مش بيستخدم، مش بيسرع الكويري خالص، وبتكون النتيجه ان الكويري بيرن على اندكس من الاولاني واحد من الاثنين والتاني مش بيستخدم. فبالتالي النتيجه دي بتاعه الكويري الجزء الاولاني من الكويري اللي هو وير مثلا tenant id equal x، لازم الداتابيز هتعدي عليهم كريزلتس تاني علشان تفلتر منهم الريكوردز اللي موجود فيهم الديبارتمنت اي دي equal y. ده بيحصل مع الماي سيكوال. في البوستجريس يعني الى حد ما في استثناء ان هي ممكن تقدر تعمل تو سنجل اندسيز على نفس التيبل في نفس الكويري، وان كان ده مش بيحصل على طول، ده بيبقى زي قرار كده الداتابيز انجن بياخده بيزد على الستاتستكس اللي عنده، بيزد على ان هو بيقرر مثلا انهي هيبقى اسرع، لان هو لو هيستخدم تو سنجل اندسيز مثلا في حاله التننت اي دي اند ديبارتمنت اي دي، الفكره كلها ان هو هيبني زي بيت ماب كده مع التو اندسيز دول، يشوف مثلا الريكوردز اللي هو يعني زي باينر كده 0 1، الريكورد اللي موجود في الديبارتمنت اي دي ايكوال اكس وتننت اي دي ايكوال واي، لو هو منور ب1 في الحالتين يبقى هياخده. بس المشكله ان هو لما بيجي يعمل الاتريشن دي بيعدي بالفيزيكال اوردر بتاع الريكوردز في التيبل، يعني هو لو في اوردر باي مثلا كلوز هو ساعتها مش بيقدر يعمله اثناء الكويري، بيعمل كويري الاول وبعد كده يحتاج ان هو ري اوردر الريزلتس دي، وده قد يكون ياخد وقت اكتر اصلا من لو الداتابيز قررت ان هي تاخد اندكس سنجل واحد من الاثنين او الاكتر من اندكس سنجل اندكس الموجود
موجود على التيبل، وبعد كده يبقى يعمل فلتر. فبالتالي معظم الوقت السنجل اندكس هيبقى مفيد بس لو الابلكيشن معظم الوقت بتكلم الداتابيس تقول كويري وير اللي هو الكولوم اللي عليه السنجل اندكس ايكوال فاليو، ساعتها يبقى فعلا السنجل اندكس ليه فايده. لكن لو انا كابلكيشن معظم الوقت انا بكلم الداتابيس بقول لها وير كلوز بحط فيه 2 او اكتر من كولوم، يبقى الاحسن ان انا اعمل كومبوزيت اندكس على الكولومز اللي بتستخدم في الكويري. طيب انا بقى كانجينير شغال على الابلكيشن دي، ايه اللي المفروض اعمله؟ المفروض اعمل ايه؟ المفروض اعمل الصح. ايه هو الصح؟ الصح ان انا لازم افهم اليوز كيسز بتاعه السيرفيس او الابلكيشن دي. يعني ما ينفعش ان انا اقول ايه انا رايح دماغي والبيزنس كل يوم بيتغير، والنهارده عايزين مثلا فلترز معينه، بكره عايزين فلترز تانية، يبقى انا اعمل سنجل اندكس على كل الكولومز وخلاص. انا كده ما حلتش المشكله، انا حليت جزء من المشكله ده ان كان اصلا الابلكيشن او سيرفيس بتعمل سنجل اندكس كويريز في اوقات من اليوز كيسز. لكن لو انا عارف مثلا ان معظم اليوز كيسز هتبقى على طول هيبقى فيه مثلا تيننت اي دي، هيبقى خلاص ده التيننت اي دي ده موجود في كل الكويريز، لان انا مثلا عندي اكتر من تيننت، عندي اكتر من كاستمر في الابلكيشن، فاي داتا هرجعها من الداتابيس هتبقى على طول مربوطه بالتيننت اي دي كسكيورتي، وفي نفس الوقت دي الداتا اللي الكاستمر مهتم بيها، ان انا هقول وير التيننت اي دي ايكوال الكرنت مثلا تيننت اي دي وديبارتمنت مثلا اي دي، او حتى لو انا عايز امبلوي معين يبقى انا على طول هعمل كويري ب2 كولومز على الاقل. يبقى انا ساعتها محتاج افهم من البيزنس ايه هي الاندسيز اللي انا محتاج اعملها بناء على اليوز كيسز اللي اليوزر هيعملها. طيب افرض بكره اليوز كيسز دي اتغيرت خلاص، جه مثلا في كولومز جديده او في مثلا يوز كيسز اختلفت، فعايزين نعمل مثلا كويري على اندكس تاني، والاندكس الاولاني اللي هو مثلا تننت اي دي وديبارتمنت اي دي مبقاش يوتيلايز، يبقى انا محتاج اروح اعمل ايه؟ اعمل كلين اب للاندكس ده، لان هو واخد سبيس على الديسك، وكمان بيأثر في البرفورمانس بتاع الرايتس اللي هي الانسيرت والابديت والديليت، لان مع كل انسيرت او ابديت او ديليت الداتابيز بتحتاج تعمل ابديت للاندكس، سواء ان هي بتعدل الفاليو بتحط فاليو جديده او بتشيل فاليو كانت موجوده، وبالتالي ده بيشغل الداتابيز انجن بحاجات احنا مش محتاجينها. لو احنا عارفين ان الاندكس ده مش مهم او احنا مش محتاجينه، يبقى احنا محتاجين نشيله، ومحتاجين نحط الاندكس اللي احنا بنستخدمه. طيب ده ديمو كده عن بوستجريس داتابيز، كنت عامل فيه تيبل اسمه امبلويز، وعامل فيه في حاجه اسمها تيننت اي دي، وفي ديبارتمنت اي دي، ايميل نيم. كنت عامل اندكس على التيننت اي دي ده سنجل اندكس، وعامل برضو سنجل اندكس على الديبارتمنت اي دي، وبعد كده برن الكويري ده وبشوف كده الكويري ده هيترن ازاي من خلال ان انا ابص على الاكسكيوشن بلان بتاعته او الكويري بلان. فعليا انا بقول انا عايز الامبلوي اللي هو التيننت اي دي كولون بواحد وديبارتمنت اي دي بواحد. انا كده عامل كلوز وير في اكتر من كولوم، ده انا كده سيلكت اكتر من كونديشن في نفس الوقت على التو كولومز دول. التو كولومز كل واحد فيهم عليه سنجل اندكس، فكانت النتيجه ان بوستجريس مع انها ممكن تستخدم تو اندسيز within the same query، القرار كان للداتابيز ان هيستخدم اندكس اللي هو department ID، وبعد كده هيعمل فلتر على التيننت اي دي فاليو. يعني هو هيستخدم الاندكس بتاع department ID بس، ادي الاندكس كونديشن، وبعد كده الريزلتس اللي هتطلع هيعمل عليه فلتريشن ان هو يطلع منهم الفاليو بتاعت التيننت اي دي ايكوال 1. في حاله الماي سيكوال داتابيز انا عامل تقريبا نفس التيبل برضو، تيننت اي دي ديبارتمنت اي دي ونيم وايميل. دلوقتي بديسكرايب برضو الكويري نفس الكويري select star from Louise where tenant ID equal 1 department ID equal 2. طيب هي دلوقتي داتابيز هتقرر ان هي هتستخدم الاندكس لوك اب على التيننت اي دي اندكس، بحيث ان هي تعرف الامبلويز اللي عندهم تننت اي دي بواحد، وبعد كده هتعمل فلتر على الامبلويز اللي هم ديبارتمنت اي دي ب2. ده كده كان ديمو بسيط عن ان ازاي الداتابيز مش بتستفيد من اكتر من سنجل اندكس. لو انا بعمل كويري على 2 كولومز، حتى لو ال 2 كولومز عليهم سنجل اندكس، في الاخر 1 سنجل اندكس بس هو اللي بيوتيلايز، الاندكس تاني مبقاش بيستخدم، وده في الاخر ما بيحسنش الكويري، بحيث ان انا عندي 2 اندسيس هم فعليا ما حسنوش الاكسكيوشن بيرفورمانس بتاع الكويري ده، بالعكس هو اوفر هيد على السبيس لو فعلا انا مش بستخدم السنجل اندكس ده في كيسز تانية.
ده كان فيديو النهارده، فيديو سريع عن الاندسيس في الداتابيس سواء بوستجريس او ماي سيكوال، وايه الفرق ما بين السنجل والكومبوزيت اندكس، وامتى اعمل سنجل اندكس وامتى اعمل كومبوزيت اندكس. واتكلمنا عن اهميه ان السنجل اندكس يستخدم بس في حاله ان انا بعمل كويري على سنجل كولوم، وان كان ساعات بيبقى جزئيا مفيد في حاله الكومبوزيت كويري. يبقى الاحسن برضو لو انا عارف اليوز كيسز اللي انا هستخدمها ان انا اعمل لها كومبوزيت اندكس، وان الداتابيز ما بتقدرش تستخدم اكتر من سنجل اندكس في نفس الكويري لو انا عامل كويري على اكتر من كولوم وبس. واتمنى الموضوع يكون مفيد ويكون واضح، ولو في اي سؤال ممكن تكتب لي في كومنتس او تبعت لي وان شاء الله ارد عليك. شكرا.